احلى مسا عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده قلنا بقى كده نعمل معاكم اكله كده سريعه. يعني هو ينفع لجوع نص الليل. الواحد مش عارف بقى، يعني ساعات في الوقت ده كده بيجوع مش عارف نعمل ايه، قلنا عملناها. قلت اصورها لكم وجربوها هتعجبكم جدا. هي كانت طعمها بصراحه جميل جدا وما خدتش وقت وسهله خالص. عملناها بالبطاطس. هنشوف دلوقتي مع بعض المكونات. جبنا 4 حبايات من البطاطس. طبعا انتوا ممكن تعملوا بقى اقل من كده، بس عشان احنا يعني ما شاء الله تبارك الرحمن يعني عددنا كبير شوية، فكده قشرنا معاكم البطاطس طبعا كويس جدا. بس فانا غسلتها طبعا كويس، فبقطعها اي تقطيع عادي، كده كده تقطيع عشوائي، احنا كده كده هنسلقها. قطعها كلها كده. طبعا سلق البطاطس ما بياخدش حاجة خالص، يعني الوقت برضو مش طويل ولا اي حاجة. عشوة خفيفة كده مع شوية مكرونة او اي حاجة موجودة. وقلت اصورها لكم عشان خاطر لقيت طعمها بصراحة جميل جدا، فقلت ايه تجربوها معايا. تنفع برضو الأطفال ياخدوها معاهم مدرسة. بصراحة طعمها جميل. بس كده هنجيب الحلة بتاعتنا، نحطهم عليها. طبعا هغسلهم كويس برضو، وهحط عليهم شوية مية، يا دوبك احط شوية مية، المية تغطي البطاطس، تغطيها بشوية بصباع كده مثلا. بس نرفعها طبعا على النار. نحط بقى شوية ملح كده، قد معلقة ملح بس كده، ونغطي عليها ونسيبها بقى تستوي. طبعا هنحضر مع بعض اهو دلوقتي برضو الفلفل. طبعا جايبه فلفل الوان، طبعا نقطعه شرايح كده صغيره او حتت صغيره حسب ما انتوا حابين. انا بحب اقطعه قطع صغيره كده. طبعا غسلته كويس جدا. ما بحبش اقطعه، في ناس بيحبوا يقطعوه شرايح كده. بس كده قطعنا الالوان معانا اهو. هنجيب الصينيه بتاعتنا، الطاسه بتاعتنا، هنحط عليها معلقه سمنه كبيره. كنت طبعا جايبه بصلتين بس الكاميرا ما جابتهاش، بصلتين كده متوسطين، عاملاهم في الكبه. كنت فرموهم يعني، فرماهم كده كويس في الكبه. هننزل على السمنه بتاعتنا. بس طبعا هنقلبها تقليبه كده حلوه، يعني دوبك تدبل بس معانا البصله. تدبل بس كده معانا. طبعا احنا كده بنعصج اللحمه بتاعتنا. نكون محضرين نص كيلو من اللحمه المفرومه. يا دوبك البصله دبلت بس، ما بتاخدش لون ولا حاجه. انا بحب اعملها في الكبه، في ناس بتحب برضو تعملها عادي كده، تقطعها برضو كبيره شويه. انا ما بحبش اشوف البصله بصراحه في اللحمه، فعشان كده بفرمها كويس في الكبه. بنقلبها طبعا تقليبه كويسه كده. انا بحط عليها فلفل اسود، حبه فلفل اسود وحبه ملح، معلش اعذروني انا شرقت بس. حبه فلفل اسود وحبه ملح بس. في ناس بتحب تحط بهارات، 7 بهارات وحاجات كتير، بس انا ما بفضلش بصراحه. لو في جوز الطيب ممكن، لكن ما فيش خلاص فلفل اسود وملح. طبعا وننزل بكميه الفلفل بتاعتنا اللي احنا مقطعينه. طبعا بنديها تقليبه كويسه ونسيبها بقى تستوي خالص كده على النار. بنهدي عليها النار بقى كده وبنسيبها تستوي. طبعا بنشوف البطاطس بتاعتنا، لقيتها طبعا استوت. صفيتها من الميه كويس، ولازم نهرسها كويس جدا. طبعا هرستها كويس جدا عشان اعرف اتعامل معاها.
ولازم نتأكد اللي هي مهروسة كويس. بصراحة كانت سهلة جدا وما خدتش وقت، يعني هو الفيديو هو اللي خد وقت بصراحة، لكن هي ما خدتش وقت معانا. اهو بس كده تمام. اتأكدنا طبعا اللي هي اتهرست كويس. هنحط عليها بقى التوابل بتاعتها. طبعا ما تنسوش احنا كنا حاطين شوية ملح، فهنحط ملح بسيط جدا وحبة فلفل اسود وحبة كمون. وحطيت 3 معالق من النشا عشان طبعا نعرف نلمها، ما نلم العجينة كده يعتبر، نلم البطاطس معانا. 3 معالق من النشا ونص كوباية لبن بس كده. ونحاول بقى ايه نقلبها كويس جدا لحد ما تتماسك معانا عشان نعرف نعملها نشكلها معانا. اهو زي ما انتوا شايفين، بصوا عملت معانا ازاي، ولا لزقت ولا حاجة خالص. طبعا جبنا الصينية بتاعتنا وحطينا فيها دهنة زيت كده خفيفة. هنحاول نعملها كور كده ونعمل فيها كده فتحة يا دوبك من النص صغيرة كده عشان هنحط فيها حشوة اللحمة. يعتبر هو كده بطاطس باللحمة طبعا، وقطع كده عاملة شكل الميني بيتزا بس دي بالبطاطس. اهو زي ما في الصينية اهو. المفروض انا اعملها على طول وهي سخنة، بس هي بردت مني بصراحة. المفروض بتعمل على طول كل حاجة وهي سخنة، فعشان كده عملت كده معايا. بس هي كانت جميلة زي ما شفتوها كده في اول الفيديو. بنحطها كده في الصواني بتاعتنا وبنبططها كده شوية. اهي بتمسك يعني، اهي بتمسك برضو في نفسها يعني عادي. حتى لو شققت معاكي برضو هتمسك. حاولي لميها كده زي ما انا لميتها. اهم حاجة تعملي ايه يعني حفرة كده في النص تنزلي فيها تحطي فيها اللحمة بس كده. طبعا انا عملت كل الباقي كده بس عشان ايه ما اطولش عليكم الفيديو. اهو معانا نحط بقى اللحمة بتاعتنا في النص كده. وطبعا كنا مولعين الفرن، يا دوبك اخد حاجة بسيطة بس كده في الفرن من تحت وبعد كده ولعت عليه الشواية. ما شاء الله تبارك الرحمن، كانت طعمها جميلة جدا. جربوها هتعجبكم. ما شاء الله. اهو كده خلصنا اهوت. حطينا ده اول صينيه كده معانا. انا طبعا هعمل لكم صينيه واحده بس انا عامله صينيتين تاني. نحط عليها طبعا جبنه موتزاريلا كده على كل حبه بس كده. ما شاء الله تبارك الرحمن. متنسوليش بقى باللايك لو عجبكم الفيديو، وشوفوا قولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. عملنا صينيتين تاني اهو. طبعا هنحط على وشهم كلهم الموتزاريلا، تديها مطه حلوه كده وفي نفس الوقت طعمها بتبقى جميل. طبعا دخلناها في الفرن. الفرن طبعا كنت مشغلاه قبليها. لازم اي حاجه قبل ما نحطها في الفرن نشغله شويه يا دوبك عشان يسخن. الحاجه ما تاخدش معانا وقت. طبعا ما تسيبيش حاجه في الصينيه عشان ما تسحش معانا. حاجه واقعه كده في الصينيه من الجبنه. انا شلت على قد ما اقدر. وادي الشكل بعد ما طلع طبعا من الفرن وهديت معانا. اهو حطيتها وهو في الطبق. قلت اشيل دي معاكم برضو. دي كانت اخر صينيه طالعه. ما شاء الله تبارك الرحمن، طعمها جميله جدا مع حبه مكرونه. بصوا طعمها ما شاء الله. طبعا المفروض اسيبها شويه بس انا ما سبتهاش، يعني المفروض تتحمر شويه. بصوا الموتزاريلا باينه فيها.
بس المطه بتاعتها ما شاء الله تبارك الرحمن، وبألف هنا وشفا، ارجو تجربوها وقولوا لي ايه رأيكم.